هحكي لكم على حاجة حصلت لي وانا بعتمر، والموضوع ده على الرغم انه عدى عليه اكتر من 10 سنين انا لسه فاكراه، وقلت اشارككم معايا الموضوع واشوف عندكم تفسير. من اكتر من 10 سنين اعتمرت انا وابويا رحمة الله عليه، وطلعنا تبع شركة. فلقيت في المطار 3 ستات كبار في السن، عواجيز يعني. اتكلمت معاهم، عرفتهم على نفسي وهم كمان عرفوني على نفسهم، حبوني جدا. فقالوا لي ايه رأيك يا حنان، احنا ال3 واخدين غرفة واحدة، فايه رأيك لو نكلم إدارة الفندق وتشوف لنا غرفة اوسع شوية فيها سرير زيادة يعني، وتبقي معانا. انا بلا تردد وافقت، بس قلت لهم هستأذن ابويا الاول وارجع لكم. لما استأذنت بابا ما قاليش حاجة، قال لي تمام مفيش مشكلة. من اول لحظة انا حطيت رجلي فيها في الحرم المكي عرفت قد ايه ان انا مسؤولة عن ال3 ستات دول، كبار في السن وعايزين اللي يساعدهم في مناسك العمرة. ولقيت الموضوع اكبر بكتير لما بنروح وبنطلع الغرفة بتاعتنا. بقيت ملتزمة بوجودي في وسطيهم، يعني انا لو عايزة انزل لوحدي ما ينفعش، لازم ابقى معاهم علشان اي حاجة هم محتاجينها اعملها لهم. وبرغم التأييد ده انا برضو كنت سعيدة، كنت حاسة ان دي هدية من ربنا، انه بيختبرني، انه بيديني كده ثواب كبير. فما كنتش بستخسر مجهودي معاهم نهائي. بس حصلت حاجة خلتني استغرب جدا. انا في يوم هناك قلت كده بيني وبين نفسي انا هصوم يوم لوجه الله، هصوم، مع ان هناك انت في السعودية الجو هناك درجة الحرارة عالية جدا جدا، وعلشان تصوم لازم بقى تبقى قاعد جوه الغرفة بتاعتك في التكييف، يا اما جوه الحرم المكي ما تتحركش. وانا كنت مسؤولة عن 3 ستات محتاجيني في كل لحظة. فاستأذنت ابويا في ان انا هنزل وقت الفجر. ليه؟ علشان يكونوا هم نايمين. طبعا اتكلمت معاهم واتناقشت معاهم وقلت لهم انا هصوم يوم لوجه الله، فهنزل قبل الفجر وهطلع وانتوا نايمين. فالموضوع يعني ايه، انا هختلي بنفسي كده شوية، وفي نفس الوقت ايه لما تعوزوني هتلاقوني قدامكم. خلاص ونويت النية. بس الأوضة بقى، الغرفة اللي انا كنت قاعدة فيها، للأسف ازازة المية بتاعتي اللي كانت محطوطة جنبي خلصت. اللي كان بيعوز يشرب ما كانش طبعا فيه الامراض بتاعت دلوقتي الكورونا والكلام ده، فاللي كان بيبقى عايز يشرب بيشرب من اي ازازة محطوطة قدامه. فالازازة بتاعتي خلصت. فانا كنت معوداهم ان انا بجيب اكتر من قارورة مية زمزم كده واحطها في الغرفة عشان اللي عايز يشرب، ونحط في التلاجة بتاعتنا وكل حاجة. اليوم ده ما كانش فيه نقطة مية في الغرفة. فقالوا لي طيب يا حنان بما انك رايحة الحرم يا حبيبتي املي لنا اكتر من قارورة مية وانتي جاية. قلت لهم تمام مفيش مشكلة هعمل كده. بس انا كان حلقي بيتقطع حرفيا ونويت الصيام. فوانا نازلة، خلي بالكم بقى، وانا نازلة وماشية رايحة للحرم سمعت اذان الفجر بيأذن. فقلت ياه ده انا عطشانة جدا. انا حلقي كان بيتقطع من العطش، كنت عطشانة بشكل مش طبيعي. فقلت مش مشكلة بقى، يعني خلاص يعني هكمل صيامي، مع اني كنت ممكن ارجع في كلامي، ده يوم تطوع، انت ممكن ترجع في كلامك وتصوم تاني يوم عادي. لكن اصريت. دخلت الحرم المكي وشايفة مية زمزم قدامي نازلة، وانا بتقطع اقول ما كنتش قدمت رجلي شوية. وبرضو مش عاوزة الاتفاق اللي عملته بيني وبين حبيبي، بيني وبين ربنا، ان انا قلت ان انا هصوم يوم ارجع في كلامي وابقى عيلة يعني. فكملت ودخلت قعدت في الحرم المكي انتظر بقى القيام. معرفش ايه اللي خلاني انام، حسيت نفسي فصلت ونمت. في لحظة قمت على اذان الفجر. انا بقيت عمالة اقول لهم هو ايه اللي بيأذن ده،
اذان ايه اذان ايه، زي ما بكلمكم كده اقسم بالله بهستيريا غريبه. ردت عليا النساء اللي قاعدين وقالوا لي ده اذان الفجر يا بنتي. قلت لهم ازاي اذان الفجر؟ ازاي اذان الفجر؟ بقيت عندي حاله من التوتر. امال اللي اذن من شويه ده ايه؟ قالوا لي ده الفجر الاول. الفجر الاول؟ يعني انا كنت اقدر اشرب؟ ما هو انا نسيت لما جيت السعوديه ان انا اظبط ساعتي على التوقيت بتاعهم. طبعا كنت برضو ممكن اغير رأيي واصوم تاني يوم، لكن اصريت على الصيام، اصريت. وحرفيا انا كنت بجر في رجلي، ما قدرتش املى خالص اي قارورة من اللي انا واخداهم نهائي. كنت ماشية فاصلة، ريقي بيتقطع. اول ما دخلت الغرفة سألوني ايه يا حنان ما جبتيش مية ليه؟ قلت لهم معلش اصل حصل معايا كذا 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 كذا، ولو سمحت بالله عليكم ما حدش يصحيني خالص، سيبوني اصحى لوحدي، لاني حسيت ان انا ممكن افطر، مش قادره. كان انا مهما اوصف لكم كان احساسي مش هقدر اوصفه، كنت بموت. واصريت على الصيام برضه. فلقيتهم بيصحوني الساعه 12 الظهر بالتوقيت بتاعنا احنا، ده على ساعتي انا لما بصيت فيها، وبيقولوا لي معلش يا حنان حبيبتي ممكن تنزلي تجيبي لنا ميه من الحرم. عارفين انا كنت ممكن في اللحظه دي اخد بعضي واروح عند بابا، لكن برضو اصريت ان انا اكمل الرحله للنهايه، وما خذلش ربنا فيا ابدا، ان هو يعني خلى ال3 ستات دول في رقبتي. كنت بنزل رجلي من على السرير، كنت حاسه نفسي بنزل رجلي على شوك من كتر ما انا هموت من العطش. الموضوع كان شاق عليا جدا. هتقولوا لي ليه عمرك ما صمتي في حياتك؟ إيه لا، انا كنت ممكن اكون قبلها مش واكله كويس ومش شاربه ميه كويس، فده اثر عليا. فقلت انا هشتري لهم ميه، انا مش هقدر اروح الحرم، يعني هسال تحت كده في اللوبي بتاع الاوتيل واشوف لو في سوبر ماركت واجيب لهم ميه. مش هقدر. فانا وانا واقفه تحت في اللوبي كده، انا شايفه بره في الشارع مفيش فيه غير عربيات، مفيش ناس بتمشي، اللي بيمشي في الشارع العربيات، مفيش. فانا شايفه قدامي الازاز مبيني ان الطريق فاضي مفيش حاجه. فقلت هطلع اجيب من اي سوبر ماركت كده كام ازازه ميه. بتلفت زي ما بقول لكم بعمل كده، وبتلفت الطريق قدامي فاضي مفيش حد، مش شايفه غير عربيات رايحه جايه. واقسم بالله اللي يتهزله 7 سماوات، اقسم بالله خلق السماء والارض، ان انا لقيت قارورة مية محطوطة قدامي كبيرة قوي قوي قوي. انا بقيت طب جت امتى؟ طب مين حطها؟ طب ده لو حد هيحطها كان هيوقف عربيته هينزلها، كنت هشوف اي حاجة ما انا واقفة. انا مجرد ما عملت كده لقيت قارورة مية كبيرة، اقسم بالله العلي العظيم زي ما بحكي لكم كده بالظبط. المهم فضلت واقفه جنب قاروره الميه دي اقول يا جماعه دي بتاعت مين يا جماعه؟ وبص مفيش جماعه اصلا في الشارع، مفيش حد خالص، حتى الازاز بتاع الاوتيل مقفول، محدش هيسمعني من انا عماله اعمل بايدي كده يا جماعه دي بتاعت مين؟ فمفيش حد بيفيدني يعني. وكبيره، انا كنت نازله اجيب ازازتين كده يبلوا الريق صغننين لحد ما اروح الحرم بقى بعد ما افطر. فابتديت اخد الازازه بنفس المعنى اللي انا بوصفه لكم كده، ادحرجها بالراحه وانده مفيش حد، ادحرجها لحد ما طلعت درجه ودخلت الفندق. فحطيت القاروره الكبيره العملاقه دي في الاسانسير وطلعت لهم. طبعا اتفاجئوا مفاجاه مش طبيعيه. ايه ده يا حنان؟ بسم الله ما شاء الله، انت جبتيها منين؟ إيه متبرشمه وسقعه. وانتوا عارفين اللي راح الحرم بقى وراح السعوديه هناك الجو تحمص فيه الفوله،
يعني انت لو في الشارع كده تتحمص حرفيا يعني من النار، درجة الحرارة بتبقى 50. فسقعة، والله ربنا هيحاسبني على كل كلمة أنا بقولها لكم دلوقتي. سقعة ومتبرشمة ومكتوب عليها مية زمزم. خلاص، فقلت لهم معرفش، حكيت لهم اللي حصل. المهم واحنا في الحرم، بعد ما الحمد لله اتميت يومي وفطرت ودعيت لابويا وامي ولاحبابي، واحنا في الحرم سالت شيخ هناك من مشايخ الحرم. انت هناك لما تعوز تسال شيخ لازم تقف في كابينه كده تكلم الشيخ بما اني ست وهو يرد عليا. فقال لي ربنا بعتها لك يا حنان. اصل انا حكيت له بالظبط زي ما بحكي لكم، قلت له اقسم بالله انا بعمل كده كده لقيتها. قال لي ربنا بعتها لك. خلاص، لحد كده ممكن تقول الموضوع صدفه، صح؟ طيب اللي حصل بعد كده بقى ما يتقالش فيه صدفه. واحنا نايمين كان بيبقى دايما في نور صغنن كده في الطرقه اللي هي قدام باب الغرفه، هي دي كانت بتدينا ضي لطيف واحنا نايمين بالليل. خلاص، يعني ان احنا بنبقى شايفين بعض، انا ببقى شايفه شاشه التلفزيون، ببقى شايفه الستات الحلوين اللي معايا في الغرفه ببقى شايفاهم. المهم صحيت الصبح وهم مبرقين لي التلاتة، فبقول لهم خير، صباح الخير، في حاجه؟ قالوا لي هو انت ما حسيتيش بحاجه خالص؟ فقلت لهم مش فاهمه، انا فعلا ما حسيتش بحاجه خالص، يعني ما نايمه ومش هقول لكم كنت مجهده، انا كنت مجهده من اول الرحله. فقلت لهم لا مش فاهمه يعني ايه. فقالت الحاجه بتعه، وده الاسم اللي انا قلته من التلاتة، قالت انها شافت واحد لابس ابيض فابيض واقف عند السرير بتاعي، يعني السرير بتاعي ده نهايته، هو واقف هنا كده ومد ظهره لسريري، مش باصص لي، مد ظهره لسريري انا. فقالوا لها طب يمكن يا اختي بيتهيألك. فقالت لا لا، انا فضلت مفتحه عيني وافرك في عينيا بس ما شفتش ملامح وشه، لان هو مش باصص للسراير، هو واقف عند سرير حنان ومد ظهره ولابس جلباب ابيض ابيض بشكل انا ما شفتش في بياضه، كانه لمبه نيون، ووشه للحيط، يعني مش وشه الحنان خالص. فراحت معدولة وصوتت فاختفى. فصحيوا الاتنين ستات التانيين وقالوا لها هو في ايه اللي حصل؟ حكت لهم. الغريبة بقى ان انا ما قمتش في وقت ما هي صرخت وقعدوا واتكلموا، ما قمتش، وفضلوا يتكلموا ويحللوا الموقف وبرضه انا ما قمتش. فلما قمت براحتي من غير ما حد فيهم يصحيني، لان هم حاولوا يصحوني وانا ما قمتش برضه، اول ما فتحت عيني وحكولي وسمعتهم وقلت لهم انا ما حسيتش بحاجه، حسيت ان هم عايزين يقولوا لي روحي عند ابوكي ما تقعديش معانا. ده كان الموقف التاني اللي حصل، اللي انا برضو لما روحنا الحرم واتكلمنا مع شيخ من مشايخ الحرم، فقال انه ربنا حافظها وباعت اللي يحفظها ويبقى معاها وبيخلوا باله منها. فحتى قال لي حاجة ان المية اللي انا لقيتها دي مش هتخلص، وفعلا فضلنا كل ما نشرب منها ما بتخلص، كل ما نشرب منها المفروض القارورة تخلص، يعني احنا بنشرب وممكن كنا يعني ممكن كانوا مثلا يكبوا على من المية لانها مية مبروكة، يعني مية زن، يكبوا على جسمهم منها ما فيش، مش بتخلص. فلحد ما مشينا خلاص انا شربت اخر حبة فيها وخلاص كانت خلصت. فاللي حصل لي ده انا مش قادرة انساه، وحكيته، واول ما حكيته لابويا وكده قال لي ما تحكيش لحد. قلت له ما احكيش لحد، انا كان معايا 3 ستات هيروحوا يحكوا للدنيا كلها. ومرت الايام وشفت سيدنا النبي
عليه أفضل الصلاة والسلام في المنام، وطلعت أقول لكم علشان أشجع غيري، مع إن كتير قال لي ما أقولش ما أحكيش، لكن يعلم ربي إن يوم ما قلت عشان أشجع غيري. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.